يا جماعة دي مش مجرد وصفة عادية، دي فكرة عبقرية. جربتي قبل كده تحطي التين جوه الكبة؟ طب تعالي بسرعة وهاتي معاكي نص كيلو من التين واغسليه كويس جدا وشيلي الجزء اللي تحت وحطيه في قلب الكبة وانزلي عليه بكوباية واحدة من السكر، واضربي بقى الكلام ده كله في قلب الكبة بالشكل دوت كده. هنبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وشيري بقى الوصفة دي عشان هنحتاجها كتير الفترة اللي جاية أيام الدراسة. بصي بقى ضربتها في ضربة في التانية في التالتة لحد ما بقى القوام كده عارفة اللي هو ايه، مش كريمي قوي. لو انت عايزاه كريمي قوي هيبقى خطير، بس انا بحب كده يبقى التين لما اجي اعمله يكون فيه قطع كده بيبقى طعمه حلو قوي. هحط بقى الكلام دوت في قلب الحله. وطبعا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده بقى هستخدم معايا نص ليمونه، وطبعا نص الليمونه ما يكونش كبير قوي. هعصر نص الليمونه ونقدر نستبدله بنص معلقه صغيره من ملح الليمون، واغطيه وارفعه على النار لمده 5 دقايق على نار عاليه، وطبعا انا مستخدمه العين الوسط. وبعد كده هبدأ بقى اللي انا هدي عليه النار عشان تبدأ المربى تستوي معايا بالشكل دوت كده. المربى دي يا جماعة من احلى واطعم المربات اللي ممكن تدوقيها. نقدر نستبدل التين باي فاكهة موجودة في الموسم، بس عايزة اقولك التين بيبقى طعمه حلو قوي وخطير. كمان عايزة اقولك كمان على تكاية حلوة قوي تخلي بالك منها، تقدري تعملي منها كمية كبيرة وتشيليها في الفريزر عشان تنفعك في سندوتشات الولاد الفترة اللي جاية، لان طبعا الفاكهة بتاعت الصيف ما بتبقاش موجودة في الشتاء. مدة الحفظ بتاعتها في التلاجة هتقعد عندك في التلاجة من 5 أيام ل7 أيام، لأن طبعا من غير مواد حافظة، فنقدر نحفظها في الفريزر ونطلع العلبة عند الاستخدام على طول. ده شكلها بقى بعد ما أخدت غلوتين 3. ههدي عليها النار واسيبها كمان حوالي كده 10 دقايق على نار هادية. بعد بقى ما سبتها كده على نار هادية، طبعا الكمية اللي انت شايفاها دي طلعت لي من نص كيلو تين، حطيت عليه ربع كيلو من السكر بمعدل كوباية. الكوبايه المعياريه اللي انا استخدمتها دي معدل 250 مللي. التين دوت برد معايا بس لسه ما دخلتهوش التلاجة. ده شكله ده قوامه قبل ما ادخله التلاجة. لسه كمان هيتقل معاكي شويه لما تدخليه التلاجة، بس مش هيتقل للدرجه اللي انت متخيلها، هيبقى القوام بتاعه حلو جدا. نعبيه بقى في علب تكون نظيفه محكمه الغلق عشان لما نشيلها تبقى معانا تمام. ده شكل بقى الطين. الله على الجمال، السكر مظبوط، نقدر نقلله بس هو السكر بتاعه مظبوط جدا. نعمل بقى احلى واطعم شويه سندوتشات طعمهم حلو جدا. يلا بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات وتشيري الوصفه على صفحتك لحبايبك علشان الكل يستفيد. بصي بقى القوام بتاع المربى خطير، مش محتاجة اي حاجة تانية. اعملي وكلي احلى واطعم سندوتشات خطيرة يا جماعة، لازم تجربوها بنفس الطريقة. هستناكم بقى، هستنى رأيكم في الكومنتات بإذن الله، اللايك بتاعك والكومنت اللي بينورني.